السلام عليكم. حلقة النهاردة من مراسلنا من فرنسا. وصلاة الجمعة في مسجد لم يسع المصلين، فاضطروا لصلاة الجمعة مرة بل 2 بل 3 مرات في مسجد واحد، لأن المسجد لا يسع للمصلين لتعداد المصلين الكبير من الفرنسيين ذات أنفسهم الذين أسلموا، فاضطروا لوقف طوابير طويلة في الشوارع حتى ينتظروا دخولهم للصلاة الثانية والصلاة الثالثة. وقبل ما نبدأ ونسمع فيديو مراسلنا من فرنسا ومساعد القناة، نسمع كده زكريا لهطل بيقول ايه على الإسلام. عن إعلان وفاة الإسلام. أمين. سلسلة وأشهرنا شهادة الوفاة اللي هي هتشوفوها دلوقتي بالفيديو أو بالصورة قدام عينينا ايه ده بقى؟ على الشاشة. هذه شهادة الإسلام، شهادة وفاته. نعم. وبعدين اتكلمت عن عمل الله في العالم الإسلامي وثمار الخدمة ايوه، بتأثير. عايزين تشوفوا ثمار الخدمة وعمل رب زكريا بطرس ايه؟ جعلهم يكفروا بهذه العقيدة التي هم عليها بل وانتقلوا للإسلام. معانا 4 نقط لازم تركز فيهم في الفيديو القادم ده. 1، من الذي أجبر هؤلاء القوم اللي هتشوفوهم في الفيديو القادم؟ من الذي أجبرهم على الذهاب على دخول الإسلام والذهاب للصلاة للمسجد في عز الحر؟ الآن فرنسا فيها حر. 2، الإسلام هو المنقذ والمنقذ الوحيد الآن لفرنسا من الاغتصاب والتحرش، هنتكلم عنها. 3، هل في كنيسة واحدة شفتها في حياتك في العالم كله بيقفوا خارجها طوابير طويلة زي ما هتشوفوا في الفيديو القادم عشان ينتظروا صلاة تانية وصلاة تالتة؟ 4، هذا هو الإسلام الذي إن تركوه امتد وإن حاربوه اشتد. نسمع الفيديو من مراسلنا في فرنسا. السلام عليكم. أخونا محمد نصيف. هذه جمعة من أعالي سان بانيو، وهنا ترى الجمعة الأولى انتهت ونحن على الجمعة الثانية. الجمعة الثانية سترى الجميع، هذه الناس تخرج من الجمعة الأولى. هنالك الناس تخرج من الجمعة الأولى والثانية عن قريب، وهنالك ثالثة. انظر إلى الطابور للجمعة الثانية، هذا كله طابور للناس تخرج من الجمعة الأولى، هذا كله طابور للجمعة الثانية. نرى حتى يرى الجميع أن الإسلام في فرنسا يحاربونه ويزداد. الله أكبر ولله الحمد. هذا طابور للجمعة الثانية. الله أكبر ولله الحمد. لسه الطابور طويل، الطابور طويل بفضل رب العالمين. كل السمر دول على فكرة في الغالب فرنسيين الأصل، يعني مولودين في فرنسا وأسلموا. هذا طابور للجمعة. لله الحمد. طابور للجمعة الثانية. طبعا واقفين طوابير كده عشان ما يعملوش ازدحام في أنا الطرق، كم فالعربيات تعرف حتى تمشي الخلف والناس هناك اللي طابور رايحة واللي جاية يعرفوا يتحركوا. لا ينتهي للجمعة الثانية. اللهم بارك. انظر، عمرك في حياتك شفتها في هذه كنيسة الجمعة الثانية. يصلوا فيها مثلا 2 3 ولا 4 ويبقى في طوابير كده منتظرة الصلاة الثانية والثالثة فيه؟ هذه طابور للجمعة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انظر. والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. زكريا لهطل بيقول لك الوفاة الإسلام. معلش لحظة، المسلمين جميعا احنا عندنا الدين ومقارنة الأديان، ده إن كان زكريا له في أي شيء مقارنة، إن ما كانش حمار مقارنة أديان. في مقارنة الأديان بيربطنا وبيقيدنا الدليل. هل مر معاك دليل من القرآن أو السنة أو حتى الكتاب المقدس إن الإسلام يموت أو يتوفى؟ والله ما مر. بس أنا لما فتحت كتابكم المقدس يا زكريا لقيت رئيس الحياة بتاعكم قتلتموه. لقيت لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. ماتوا ربك وقتلوا ربك، فالمفروض تبقى شهادة وفاة إلهك مش الإسلام. فالإسلام باق إلى قيام الساعة، وستلقى أنت وعقيمتك في الزبالة ولن يبقى إلا الإسلام.
إخوة الأكارم، أي شخص غير متطاول على الإسلام من النصارى ما يسمعنيش، لأن أنا ردي على المتطاولين فقط، فكلام اللي بيوجعه ما يسمعنيش أفضل له. وأنا راجل ردة فعل وبرد على المتطاول على ديني، لكن المحترم له مني كامل الاحترام. على فكرة أنا لسه ما بدأتش، لسه هنرد بقى على الفيديو اللي اتعرض ده عدة نقاط. لكن اللي بيشترك من عدم الوصول للبث المباشر والفيديوهات اللي لازم يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعمل مشاركة الفيديو في المجموعات بحسب استطاعتي وقدر استطاعتي، عشان نبدأ على بركة الله. واللي عايز عنا رابط الباتريون في وصف الفيديو. يلا نبدأ الأربع نقط. أول نقطة، الآن فرنسا حرب. من الذي أجبر هؤلاء الفرنسيين على الدخول في الإسلام بل والذهاب في هذا الحر والوقوف طوابير طويلة؟ احنا قلنا ده الطابور بتاع الصلاة الايه التانية، لسه ما تنساش ان في صلاة تالتة. يعني ليه بيقول لي بقى طب ليه الطوابير دي يا فندم؟ المساجد في فرنسا قليلة، ويا ريت فرنسا العلمانية ساكتة. لا 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 لا، نسيت اقول يا ريت فرنسا العلمانية النصرانية المسيحية. فرنسا دي من اللي كانت بتحمل لواء الحروب الصليبية. يا ريت فرنسا ساكتة، لا ده عايزة تقيد كمان الايه المساجد عن كده. فالمسجد لا يسع لعدد المصلين اللي جايين يصلوا صلاة الجمعة الأولى، فبيضطر المسجد اضطرارا لأن ما فيش مساجد تانية، بيضطر ان هو يقيم جمعة تانية وجمعة تالتة للي ما لقاش مكان. ما فيش مكان، المسجد مليان على آخر، هيصلوا فين؟ طب يصلوا في الشوارع، ما هم لو بيصلوا فعلا في الشوارع وبرضه ما فيش مكان. عرفت ليه بيعيدوا الصلاة أو بيصلوا مرة واثنين وثلاثة؟ كم جيش؟ أنت تعرف كم جيش؟ إحنا دلوقتي أهو في عصرنا الحالي أهو، كم جيش ذهب لفرنسا أجبرهم على الإسلام؟ كم جندي مسلم ذهب لفرنسا؟ تقدر تقول لي؟ مفيش. يبقى الكذبة الذي يروجون لها الإسلام انتشر بالجبر، ده كذبة، ده كلام فارغ، ده مناقض للقرآن. لا إكراه في الدين. دي النقطة رقم 1. 2، أنا قلت الإسلام هو المنقذ الوحيد لفرنسا من اغتصاب أطفالهم والتحرش بنسائهم. جبت الكلام ده منين؟ أنا جبت لك الآن من أكبر مرجع وقناة فضائية وجريدة إخبارية ناطقة بالعربي أصلا فرنسية في العالم كله، تلفزيون وجريدة فرانس 24، يعني فرنسا 24 ساعة. أكثر من 216 ألف ضحايا طفل، ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين في فرنسا. جوه فين؟ جوه الكنيسة. الBBC نيوز أكبر جريدة بريطانية ناطقة بالعربي في العالم، التحرش الجنسي، آلاف الضحايا في فرنسا يروون شهاداتهم عن انتهاكات جنسية داخل الأسرة، وأغلب هذه الانتهاكات راجل ببنته. فين؟ في فرنسا. أكبر تلفزيون فرنسي في العالم ناطق بالعربي. فرنسا دي الخبر ده كارثة، الخبر ده كارثة. فرنسا 8 نساء من كل 10 نساء تعرضن لتحرش جنسي في الأماكن العامة. يعني إيه في الأماكن العامة؟ ماشية في الشارع، ماشية في حديقة، ماشية في رايحة الشغل، رايحة يتحرش بها جنسيا. وهذا ما جعل الإسلام المنقذ الوحيد. فرنسا إيه؟ فرنسا علمانية برداء مسيحي، محترمة لليهودية. دي فرنسا. هي بس تحرش؟ لا، واغتصاب أيضا، في اعتداءات جنسية. أفاد استطلاع للآراء أجراه المعهد الفرنسي، معلش ما أجراهوش المعهد السلفي، ما أجراهوش الأزهر، ما أجراهوش المعهد الإسلامي، أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام إيفوب. نشر نتائجه الأربعاء أن 8 فرنسيات من كل 10 في فرنسا، يعني 81% من فرنسا العلمانية المرتدية رداء المسيحية، تعرضن لنوع من أنواع الانتهاك أو الاعتداء الجنسي في الشارع أو في وسائل النقل العام في فرنسا. عايز أقول إيه لما قلت الإسلام المنقذ الأول والوحيد لفرنسا؟ الإسلام. وأنا بقول لك الإسلام ينتشر في فرنسا انتشار رهيب بفضل رب العالمين، وحنيجي عليها في النقطة الأخيرة. عايز أقول إيه؟ عندنا مثلا في السعودية، خلي راجل من ظهر راجل يمسك مثلا واحدة ماشية في الشارع، يمسك ايديها ولا يمسك اي حتة من جسمها في الشارع. انا بقول لك الدول المسلمة
هيردموه بالأحذية، سيقتلوه رميا بالأحذية. فاكرين حسن شحادة لما كان مات شهيد الشبشب؟ ايوه، لما بيقولوا ايه، اكلوه ضرب بالاحذيه لحد ما موتوه. بالضبط هيعملوا فيه كده لو ايه، لو في وسط المسلمين. ليه؟ لانهم مسلمين. هذا هو الاسلام. والنقطه الثالثه، انا عايزك تكون منصف مع نفسك، ولا تكذبني ولا تكذب نفسك. ده انا بسالك لنفسك كم مره بكل إنصاف، وأجب إجابة صريحة واضحة، وكن منصفا سواء مسلما أو نصرانيا. كم مرة تجد كنيسة في أي دولة من دول العالم وقف قدامها ناس طوابير منتظرين الصلاة التانية؟ ازاي؟ زي كده. السلام عليكم، أخونا محمد نصيف. هذه جمعة من أعالي سان بانيو. هنا ترى الجمعة الأولى انتهت. ماشي، ركز ونحن بقى على الجمعة الثانية. الجمعة الثانية سترى الجميع. هذه الناس تخرج من الجمعة الأولى. خلاص، اللي خرج ماشي بقى. اللي واقف، كل اللي واقفين على اليمين دول وعلى الشمال كمان، الجمعة الأولى منتظرين إيه؟ والثانية عن قريب، وهنالك ثالثة. انظر إلى الطابور للجمعة الثانية. هذا كله طابور. الناس تخرج من الجمعة الأولى، هذا كله طابور للجمعة الثانية. نرى حتى يرى الجميع أن الإسلام صح يحاربونه ويزداد. هذا طابور للجمعة الثانية. لسه الطابور لسه. اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله أن يبارك في أخي المراسل المساعد، وأن يأجره خير الجزاء يا رب العالمين. طابور الجمعة الثانية. سنرى كم. ده واحد من أكثر من 5 مراسلين في فرنسا. طيب، لا ينتهي للجمعة الثانية. للعلم الأخ جاب قول شارعين 3، مع إن لا زال الطابور مستمر في الشارع الممتد ده. يعني ممكن على الأقل خالص دول يكونوا بيصلوا قرابة 500 أو 600، والمسجد يسع 300 مصلي، ومع ذلك تلاقي ال 500 اتكدسوا عشان يقدروا يصلوا إيه في مكان يسع 300 فقط. زادوا إيه، حطوا 500، وفي لسه صلاة تانية وصلاة تالتة. كن منصفا يا مسلم، كن منصفا يا نصراني. كم مرة تجد كنيسة في العالم كله يقف أمامها الناس؟ خلي بالك، أنا ما بقولش أهو في كنائس كبيرة بتسع كل العدد، أنا بقول لك اعتبر كنائس، لا الكنائس الصغيرة كمان. كم مرة تجد طوابير واقفة علشان تصلي في كنيسة مثلا للمرة الثانية أو للمرة الثالثة. على فكرة أنا مش هجاوب، أنا عايزكم أنتوا في التعليقات تجاوبوا. بيطلع واحد ومايل لا ما هو وصفهم كده ما هو مش دليل مثلا صحة إيمان وبتاع. أقول له بمنتهى البساطة، الآن ده اسمه اتباع إيه؟ اتباع دين أثر في أتباعه، واتباع كتاب أثر في أتباعه. على فكرة زي حفظ القرآن كده، بيطلع يقول لك لا ما انتوا ايه يعني يا مسلمين، انتوا عندكم عشرات الألوف من حفظة قرآنكم من الفاتحة إلى الناس. أقول له بمنتهى البساطة، لأن هذا الكتاب محفوظ من رب العالمين. ربنا قال كده ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. زكريا بطرس لو مشي على ديله، لو مشي على تقول لي ديله، اقول لك ايوه بيقولوا ايه ده، مش كجحش الفرا يولد الانسان. لو مشي زكريا بطرس على ديله ما هيقدر يحفظ نشيد الانشاد كله. انا مش هقول لك الكتاب كله، مش هيقدر يحفظ انجيل لوقا كله ولا متى ولا يوحنا ولا مرقس، لان الله لم يتكفل بحفظه، لم يتكفل بتيسيره لهم. بينما احنا عندنا طفل من أطفال المسلمين حافظ القرآن من الفاتحة للناس، بل يحفظ صحيح البخاري كله ويحفظ صحيح مسلم. ده على سبيل المثال عندنا نماذج كتيرة جدا.
طفل كفيف 12 سنة يحفظ القرآن كله والكتب الستة. مش بس كده، أبي هريرة أكمل. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا. إيمان. حديث من؟ أنس بن مالك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ده مش بس حافظ الكتب الستة وحافظ القرآن كله، ده حافظ الحديث من صحابيه. يعني يقول له الحديث، يقول له الحديث ده صحابي ومين؟ يقول لك روي عن فلان وفلان وفلان. ده محتاج يبقى موسوعة. وبقول لك كفيف 12 سنة وكفيف. ومن تسهيل الله لهذا الدين أن جعل هذا الطفل أو هذا الولد جعله حافظ للقرآن وللكتب الستة. شفت عظمة الإسلام وحفظه. النقطة الأخيرة، قوة وعظمة هذا الدين الذي إن تركوه امتد. إن تركوا هذا الدين امتد، وإن حاربوه اشتد. يعني إيه اشتد؟ يعني مثلا لو جه حرب زي فرنسا كده، تبص تلاقي الحرب على الإسلام يعني بشرسة جدا، ومع ذلك المتمسك بالإسلام فيهم جو حر عندهم جدا، ولا تلاقي أي مشكلة وتلاقي برضو المسلمين، حتى المسلمين الجدد بيبقى عنده إيمان عالي غير أي مسلم، وخصوصا في أماكن ومناطق ودول التي تكون فيها الفتنة أشد عن الأماكن والمناطق التي تكون فيها الفتنة أقل. لذلك نقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم احفظنا بالإسلام واستعملنا ولا تستبدل بنا، وأجل الحق على ألسنتنا، اللهم آمين. وعشان يصلك كل جديد شاهد ما في هذا الفيديو القادم وافعل ما فيه. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو يا ريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك. طب لو أنت شايفه على اليوتيوب بيشاركوا على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب. الناس اللي بتشتكي لي من عدم وصول البث المباشر ليهم والفيديوهات أول بأول في اليوتيوب والفيسبوك، لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا. تعمل في اليوتيوب اشتراك، بعد كده تفعيل الجرس للكل، وكذلك في التليفونات نفس النظام. شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضه في الفيسبوك، تعمل اعجبني وبعد كده تعمل اعجبني مرة تانية، بيطلع لك القائمة دي خليها المفضلة، وبعد كده المحتوى خليه قياسي، الفيديو كل الاشعارات، فيديو بث مباشر كل الاشعارات، بعد كده تحديث كده الغالبية العظمى من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب هيوصلك اشعارات جديدة بيها. طيب الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناة والصفحة، ادي بيبال من هنا والباتريون من هنا، وفي الفيسبوك نفس النظام، وهتلاقي في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناة والصفحة. تليجرام محمد نصيب المحاور، وانستجرام محمد نصيب برضه المحاور، وكذلك تويتر. ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم.